بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل كده وصفة لطيفة كده مع بعض. هنعمل كفتة الفراخ بالرز. أنا جربتها قبل كده يا بنات، كانت جميلة، فأنا مرة قلت أصورها وأعملها معاكم عشان تشوفوها. وهي جميلة جدا وخفيفة جدا يا بنات. دي كده المقادير. عند البهارات أنا طحنة هنا رز والفراخ والشبت. هنا بقى بدأت أول حاجة كده في الكاب بفرم البصل. نزلت أفرم البصل الأول عشان أنعمه، عشان طبعا عايزاه ناعم جدا على الكفتة بالشكل ده كده. نعمتها خالص. هنزل بالثوم كده واخده برضو لفة في الكاب عشان يبقى ناعم. يلا يا بنات، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل علشان كل ما انزل فيديو يجيلك إشعار بيه. وأهلا وسهلا بحبايبي اللي نوروني وشرفوني. ويا ريت تدعموني يا بنات، وربنا يوفقني ويوفق الجميع يا رب العالمين. وربنا يوفقنا كلنا يا رب. كده أنا بدأت حطيت الفراخ والبهارات في الكبة. هبدأ بقى أفرمها في الكبة جدا أنعمها جدا خالص. هنزل بالشبت. الشبت دايما كان عندي في الفريزر، مكانش عندي فريش. بس أنا جيت أعمل الوصفة لقيت مش عندي شبت، فقلت أما أجيب من اللي هو في الفريزر عندي اللي أنا مفرزاه. أنا بفرز الشبت ده يا بنات بس للسبانخ، مبستعملش للسبانخ بس عشان حبيت أعمل وصفة دي ملقتش عندي شبت فريش، فاستخدمت اللي هو كان عندي في الفريزر بالشكل ده كده. نعمت بقى الكفتة معايا خالص كده يا بنات اهي بالشكل ده كده. طبعا هظبط الملح بتاعها خالص وهي بتتفرم. هبدأ بنزل عليها على الرز المطحون. الرز ده انا طحنه ناعم، ده طبعا كوباية رز على صدرين فرخة. بيعمل معايا كمية جميلة يا بنات وحلوة جدا وبتبقى متماسكة وجميلة. هبدأ بقى اقلبها كده. هبدأ اقلبها معايا بالشكل ده كده. هبدأ اعجن الكمية كلها والاخر اولها لكم يا بنات. ده كده شكلها. طبعا عايزة اقول لكم ان هي كانت متماسكة وجميلة. طبعا لما احب اشكلها على اي شكل تبقى معايا بالشكل ده كده. هي يا بنات شوف التماسك بتاعها جميلة كده. طبعا كنت حاطة هنا مقلعتين زيت عشان لو هي لسه مش متماسكة او بتلزق في ايدي او حاجة الزيت يظبطها معايا. ده طبعا هي صبعتها بالشكل ده كده. يلا يا بنات تعملوا له لايك كده وتشجعوني، ويا ريت تجربوها يا بنات. وصفة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وممكن تعملها لو اولادك ما بيحبوش ياكلوا صدور الفراخ. هبدأ احطها بقى في الفريزر شوية تمسك نفسها كده وبعدين نحمرها مع بعض. هنا بقى انا عملت كوباية رز بشعرية. بحب اعمل جنبها رز بشعرية يا بنات، بيبقى جميل جدا وطعمه حلو. هنا انا حمرت الشعرية ونزلت بكوباية الرز. هنزل على بقى بالمية المغلية بالشكل ده كده، واحط له بقى الملح بتاعه واسيبه بقى يقلب ويستوى مع نفسه كده. لما انا اعمل الصوص الطماطم للكفتة بيبقى جميل جدا كده. انا هسيبه على البوتاجاز ياخد راحته كده. هبدأ انزل هنا كده بالصوص الطماطم. هنزل كده بفص توم. طبعا انا هعمل كمية قليلة على قدي انا ورودي، لان طبعا الصدرين الفراخ دول عملوا له كمية، فانا بعينها في الفريزر. بصبعه بعينها في الفريزر بالشكل اللي انا وريته لكم كده. يلا يا بنات تعملوا له لايك يلا وشجعوني. يا ريت تقولوا لاصحابكم كده يدعموني على طول. ما تحرمش منكم كومنتاتكم القمر دي يا بنات. وفرحانة جدا بكومنتات القمر دي. ربنا يخليكم ليا يا رب العالمين، وربنا يصلح ما بين ايديكم يا رب. هنا كده التومة اتحمرت معايا. هنزل بالطماطم. طبعا الطماطم ده انا فرماها ومصفياها. طبعا بحب اصفي الطماطم قوي يا بنات، ما بحبش احطها بالتفل بتاعها. تخلي الاكل بتاعي رايق كده وجميل يبقى الواحده لها نفس ان هي تاكله. دي كده مقلعه بهارات من اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده على القناه. بهارات المشكله كلها مع ملح ناعم. هنزل بمقلعه فلفل واقلبها كده واسيبها بقى تاخد معايا غلوتين على البوتاجاز على ما انا ابدا احمر الكفته. طبعا ابدا احمر على الكميه اللي انا محتاجاها بس. كده انا هسيبها بقى تغلي غلوتين مع بعض. هنا بدات تغلي معايا بالشكل ده كده. يلا يا بنات تعملوا لايك وشجعوني. هنا دي شكل الكفته بعد ما حمرتها يا بنات بالشكل ده كده. شوفوا جميله ازاي وما اتفرولتش ولا حاجه مني، متماسكه جدا. كده بقى اللي عندي هنا الصلصه غلت. صلصه الطماطم غلت شويه اللي انا عاملاها بالثوم. كده تاخد غلوتين. هبدا انزل عليها بالكفته بالشكل ده كده. طبعا هسيب الكفته شويه عشان تشرب من صوص الطماطم ده اللي انا عاملاه. بتبقى جميله جدا يا بنات.
طعمها جميل جدًا، جدًا وخفيفة، وتغيير برضه يا بنات لو حابة تغيّري في الأكل وكده، زي ما قُلت لِك طبعًا لو الأولاد عندِك ما بيحبوش ياكلوا صدور الفراخ وكده، ده كده الشكل بتاعها بعد ما طلّعتها يا بنات، كده وهي بقى برُز والشعرية عايزة أقول لكم كان طعمها حاجة كده خيال، بجد كان روعة. كان ناقص بقى طبق المخلل، بس أنا طبعًا لسه ما فتحتش على الزيتون بتاعي، هنفتحه مع بعض بإذن الله. هنا كده سِبت الصوابع ناشفة دي لرودي عشان هي بتحبها كده، ما بتحبش بالطماطم. دي كان عندي هنا شوربة لسان عصفور ببطاطس، جميلة جدًا. ده كده شكل الكفتة يا بنات شوفوا متماسكة إزاي، ما اتهرتش مني ولا حاجة. دلوقتي هاوريها لكم شوفوا متماسكة معايا إزاي. كان طعمها جميل يا بنات، يا ريت تجربوها، ويا ريت الوصفة تكون عجبتكم، يا ريت الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تشجعوني وتضغطوا لي لايك وكومنت جميل، ويا ريت تدعموني وتقولوا لأصحابكم يا بنات، وربنا يوفقنا ويوفق الجميع يا رب العالمين، ويا ريت يكون الفيديو عجبكم. حاجة جميلة كده وسهلة يا بنات، بالشكل ده كده. يلا أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي، مع السلامة.